المشاهدون الأكارم، سعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. تحية زفها إليكم من الفضائيات الإرثية، ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة نستهلها بالعناوين. رئيس السياسة الأفريقي يلتقي المبعوث الخاص للصين في القرن الأفريقي. تنفيذ حملات واسعة النطاق للحفاظ على المياه والتربة في سرجة. تنظيم سيمينار لسلامة الغذاء في غردات. الصين وأمريكا تأملان أن تكونا شريكين وليس خصمين. ردا على التدريبات الرباعية، بكين تجري مناورات في بحر الصين. انهيار السد في أرسك الروسية يجبر السلطات على إجلاء الآلاف. أهلا بكم. استقبل فخامة رئيس السياسة أفورقي في الساعات الأولى من صباح اليوم 7 أبريل في قاعة دندن المبعوث الخاص لجمهورية الصين الشعبية للقرن الأفريقي السفير شيو بينغ. وناقش فخامة رئيس السياسة أفورقي والسفير شيو بشكل معمق ناقشا تطورات العلاقات الاستراتيجية بين إريتريا والصين، بالإضافة إلى القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأوضح الرئيس السياسة أفورقي بأنه من مصلحة الطرفين العمل بشكل أكبر على العلاقات الثنائية وخاصة التعاون التنموي، مشيرا إلى أن الاستعدادات المناسبة قد تم اتخاذها من جانب إريتريا. وقال إن إريتريا تدعم الجهود الرامية لتعزيز التعاون بين الصين والدول الأفريقية، مضيفا أن إريتريا قبلت دعوة المشاركة في منتدى التعاون الصيني الأفريقي فوكاك المقرر عقده في بكين خلال سبتمبر المقبل. وأضاف أنه لا يمكن ضمان السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي إلا من خلال الحوار الثنائي المفتوح والمنتديات التي تنظمها الدول المعنية بشكل مباشر، موضحا أن المبادرات والمناهج الأخرى لن تكون فعالة. علاوة على ذلك، قال فخامة رئيس السياسة أفورقي إن ضمان المنطقة السلمية هو أولوية قصوى لسياسة إريتريا الخارجية، والتي تشمل القرن الأفريقي والبحر الأحمر وحوض النيل والخليج العربي. وقال فخامته إن إريتريا لا تؤيد قيام إسرائيل بقتل وإصابة عشرات الآلاف من الأشخاص في قطاع غزة والتدمير الكامل للبنية التحتية، لأنه يعرقل السلام الإقليمي. من جانبه أكد السفير شيو بينغ أن جمهورية الصين الشعبية تحترم سياسة إريتريا الخارجية المستقلة والمحايدة وموقفها الواضح، وترى أن دور إريتريا في ضمان السلام والاستقرار في المنطقة بشكل عام ومنطقة القرن الأفريقي بشكل خاص مهم ورائد. حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح. وأعرب المبعوث الخاص لجمهورية الصين الشعبية السفير شيو بينغ في اجتماع مماثل في ديسمبر 2023 أعرب عن إيمانه الراسخ بأن البلدين سيعززان علاقاتهما التاريخية والاستراتيجية ويعززان نضالهما المشترك ضد الهيمنة والأيديولوجية الاستبدادية. يقوم سكان 27 قرية في مديرية سرجة بالإقليم الأوسط بتنفيذ حملات واسعة النطاق منذ أوائل فبراير 2024 للحفاظ على المياه والنظيفة. وقال رئيس مكتب الزراعة بالإقليم الأوسط السيد أبراهام برهاني إن العمل الذي يشمل بناء المدرجات الحوضية والزراعية يأتي في إطار برنامج خطط له قسم الزراعة والأراضي بالإقليم الأوسط لتنفيذه قبل بداية فصل الأمطار. وقال إن المواطنين يعملون بشكل تطوعي لمدة 4 ساعات يوميا ضمن برنامج النفير التنموي. وحسب قوله تم تدريج 700 هكتار من أصل 2800 هكتار من الحقول الزراعية و60 هكتار من أصل 249 هكتار من القوانط الحوضية و3500 متر مكعب من الحواجز المائية. ومن جانبهم قال مدراء ضاحيتي إمبادرها وجرمي صحاف لام إنهم ينفذون مهامهم بإخلاص تحت إشراف خبراء زراعيين. نظم مكتب الزراعة في مديرية غردات سيمينار لتجار المنتجات الزراعية والألبان واللحوم والأعيان حول ضمان السلامة الغذائية.
وأوضح مسؤول المكتب السيد تيدروس زغرغيش أن الهدف من السيمينار هو رفع وعي المنتجين والموزعين وتجار المشتقات الحيوانية والتعريف بالأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن سوء عملية الإنتاج والتخزين والاستخدام غير الآمن. وقال إن ضمان سلامة الغذاء ليس مهمة المنتجين والموزعين وحدهم، وعلى الخبراء والجهات الحكومية والمستهلكين زيادة وعيهم والمساهمة في ضمان السلامة. ودعا مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية في مديرية غردات السيد تخست جبر هنس المشاركين، دعاهم على اتباع النصائح المهنية والمبادئ التوجيهية المقدمة لهم لإنتاج وتقديم منتجات عالية الجودة للمستهلكين لارتباط سلامة الأغذية بصحة الإنسان مباشرة. وأشار المشاركون إلى أن التنوير المقدم يدفع لتحسين الوسائل المتبعة وجعل سلامة الأغذية أولوية، داعين لتقديم التنوير أيضا لأصحاب الماشية والبساتين. في غضون ذلك اتخذت إدارة مدينة غردات إجراءات للتخلص من السلع الاستهلاكية منتهية الصلاحية بالتنسيق مع وحدة الصحة العامة وشركاء العمل الآخرين والتي ضبطت بأعمال التفتيش. وذكر مسؤول وحدة القانون والنظام السيد صقاي تخله هيمانوت تغريم التجار المخالفين. وأفادت خبيرة الصحة العامة الشابة ميكائيل تقديم النصح والإرشاد للمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفات. يجري العمل على تشجيع وتوسيع الفرص التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والجسدية في مديرية صنعاء. جاء ذلك خلال برنامج ترفيهي نظمه معلمو مدرسة مطر الثانوية للمعاقين عقليا وجسديا الذين بدأوا الدراسة الابتدائية العام الماضي. وقال مدير المدرسة الأستاذ مقنن ألم إن التركيز على رفع مستوى الوعي للقضاء على المواقف المتخلفة في المجتمع مفيد لبرنامج التعليم الذي تم إطلاقه ويجب دفعه للأمام. وحث رئيس مدارس المديرية الأستاذ عمر الدين محمد الأسر على الدفع بجدية نحو التعليم لأنه يساعد الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والجسدية على اكتساب الثقة بالنفس والاندماج بسهولة في المجتمع. وأشاد مدير المديرية السيد علي شكار بالمبادرة التي اتخذتها مدرسة مطر الثانوية لتدريب المعلمين الذين يمكنهم مساعدة المعاقين عقليا وجسديا. بدأ 25 طفلا من ذوي الإعاقات العقلية والجسدية في المديرية الدراسة النظامية منذ العام الماضي وفقا لوكالة أنباء إرينا. تحقق عيادة أفعيون في مديرية هبر إقليم عنسبة تطورا ملحوظا في مجال رعاية الأمومة والطفولة من خلال رفع مستوى الوعي الصحي العام. وأوضح مسؤول العيادة مساعد التمريض عثمان علي أن أعداد النساء الحوامل اللواتي يلدن ويقمن بالمراجعة الصحية بالعيادة في تزايد نتيجة أنشطة التوعية الجارية. وأشار إلى القيام بأعمال إصحاح البيئة ودفن البرك ورش المبيدات وتوزيع الناموسيات لمكافحة الملاريا مشيدا بدور ومساهمة السكان. ودعا إلى الدفع ببرنامج تجمع القرى وصد نواقص الكادر الصحي لتقديم خدمات أفضل. هذا وتقدم عيادة أفعيون الخدمات الصحية لسكان ضواحي أفعيون بالإضافة إلى واكي وحيناب. من جهة أخرى تقوم مدرسة فلفل المتوسطة والثانوية بجهود لتحسين قدرات الطلاب عامة وطلاب الصف 11 خاصة. وقال مدير المدرسة الأستاذ إسماعيل محمد لوكالة الأنباء الإرتريا إرينا إن 241 طالبا من بينهم 79 طالبا يدرسون في الصف 11 هذا العام ويحصلون على تعليم إضافي كجزء من البرنامج. ودعا الطلاب لاستغلال الفرص التي أتيحت لهم لتأمين مستقبلهم المشرق. مشاهدينا، كانت هذه الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم مع الأنباء العالمية. أعرب رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ خلال اجتماعه في بكين مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين أعرب عن أمله في أن يكون بلداهما شريكين وليس خصمين، مضيفا أنه يتعين عليهما احترام بعضهما بعضا. وخلال الاجتماع قال المسؤول الصيني أن الصينيين يتابعون عن كثب
زيارة الوزيرة الأمريكية، وأن هذا الاهتمام يظهر التوقعات والأمل في تحسين العلاقة بين الصين والولايات المتحدة. بدورها ردت الوزيرة الأمريكية بالتأكيد أن العلاقة بين البلدين لا يمكن أن تتقدم إلا من خلال حوار مباشر وصريح، وأضافت أن قدرة البلدين على إجراء محادثات صعبة وصنعت القوتين الاقتصاديتين العظميتين على أساس أكثر استقرارا خلال العام الماضي. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أن يلين اتفقت خلال محادثات أجرتها على مدى يومين مع نظيرها الصيني هي ليفنينغ في غوانغجو على أن يجري البلدان مباحثات مكثفة حول نمو متمازن. يجري الجيش الصيني دوريات قتالية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه في تدريبات سينفذها في نفس اليوم الذي تجري فيه الولايات المتحدة والفلبين واليابان واستراليا مناورات عسكرية مشتركة. وقال الجيش في بيان إنه في 7 أبريل تنظم قيادة المسرح الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني في بحر الصين الجنوبي دوريات قتالية بحرية وجوية مشتركة. وأكد البيان أن كل الأنشطة العسكرية التي تعكر صفو الأوضاع في بحر الصين الجنوبي وتخلق نقاطا ساخنة هي تحت السيطرة، في إشارة واضحة إلى التدريبات العسكرية الرباعية التي تجري في نفس المياه. ولم تتضح في الحال طبيعة التدريبات الصينية وموقعها بالضبط. وأعلنت الفلبين والولايات المتحدة واليابان واستراليا سابقا أنها ستجري في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين تدريبات بحرية وجوية مشتركة. أدى انهيار السد في مدينة أورسك الواقعة على الحدود بين روسيا وكازاخستان إلى حدوث كارثة أجبرت السلطات الروسية على إجلاء 11,000 شخص من منازلهم. وغمرت المياه قرى بأكملها على ضفاف نهر الأورال بعد ارتفاع منسوب المياه بشكل هائل إثر فيضان تسبب فيه انهيار السد. ووفقا للسلطات المحلية فإن أكثر من 4,000 مبنى معرض للخطر. ودوى صافرات الإنذار في المدينة، وبعد تحذيرات عاجلة توجهت الشرطة ورجال الإطفاء إلى المنازل لتحذير السكان بضرورة إخلاء منازلهم بشكل فوري. وعانت العديد من المقاطعات في المنطقة من فيضانات مدمرة في الأيام الأخيرة، مما ضاعف من حدة الأزمة. في مشهد فريد ونادر يقدم جبل إتنا أكبر بركان نشط في أوروبا عرضا مذهلا في سماء صقلية، حيث نفث حلقات دخان شبه مثالية مما أثار الدهشة. ونتجت هذه الظاهرة الفريدة والنادرة عن انفتاح حفرة جديدة في قمة البركان، مما أدى إلى تدفق غازات بركانية كثيفة في الهواء. وبدلا من التفاعل مع الرياح العادية، تفاعلت هذه الغازات مع التيارات الدائرية الموجودة داخل البركان، مما أدى إلى تكوين حلقات دخان مثالية. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. الرئيس السياسي أفورقي يلتقي المبعوث الخاص للصين في القرن الأفريقي. تنفيذ حملات واسعة النطاق للحفاظ على المياه والتربة في سرجان. تنظيم سيمينار لسلامة الغذاء في غردات. الصين وأمريكا تأملان أن تكونا شريكين وليس خصمين. ردا على التدريبات الرباعية، بكين تجري مناورات في بحر الصين. انهيار سد في أورسك الروسية يجبر السلطات على إجلاء الآلاف. هكذا مشاهدينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.